اهلا بيكم مرة تانية. قناتنا مش بس طب، بس المرة دي هنتكلم عن الطب. المرة دي هنتكلم على شد الوجه وتاريخ شد الوجه وتطورات شد الوجه. خلينا نتكلم ان شد الوجه من الحاجات اللي يعني بدأت تاخد شكل طبيعي في جراحات التجميل يمكن من حوالي 40 إلى 45 سنة. قبل كده الدنيا ما كانتش بنفس التكنيكاليتي وبنفس الشكل. انا مش هطول عليكم النهارده في الحلقه، لان انا عارف ان مش بس طب دايما ملوش دعوه بالطب قوي، لكن من المواضيع اللي هي الايام دي واخده كميه جدل وكميه كلام كتير. خلينا نقول ان في حاجه اسمها شد وجه عميق، شد وجه جلد فقط، وكومبليمنتري فيس ليفتنج او شد الوجه المتكامل. شد الوجه الجلد ده بيتعمل من فتره طويله جدا، واساتذتنا كلها بتعمله وبتعمل الشد العميق وكل حاجه، لكن هو بيعتمد فقط على ازاحه الجلد للاماكن اللي هي حصل فيها تريحه للجلد بشكل متوسط او كبير. لكن عاده الشد اللي بيبقى جلد فقط ده ما بيحصلوش هولدنج اب او ماسك نفسه بشكل قوي لاكثر من 3 سنين، وعشان كده كان في احتياج لشد الوجه العميق. شد الوجه العميق ده يمكن كان من الاساتذه العظماء اللي هو دكتور سام حمرا كان بيتكلم على ان في نوعين من شد الوجه العميق. النوع الاولاني، وده الكلام ده من حوالي 30 سنه ولا حاجه، النوع الاولاني هو الشد العرضي للوجه، وده العضلات كلها كانت بتتشد بطريقه عرضيه لحد المكان اللي هتثبت فيه. بعد كده ظهر، ويمكن استاذنا اللي كنا بنتكلم عليه هو بدأ حاجه اسمها الفيرتيكال فيس ليفتنج، الا هو ان هو بيعمل ديسكشن للعضلات، غير طبعا الجلد والدهون والحاجات دي كلها، لكن بيعمل ديسكشن للعضلات وبيعمل ليفتنج للعضلات لفوق، فيرتيكالي ليفتنج للعضلات، وكان بيدي نتائج عظيمه جدا. خلال ال10 سنين اللي فاتوا تحول الى في تي اللي هو فيترو ترانسفيرس او فيرتيكو ترانسفيرس. الفيرتيكو ترانسفيرس ده ان احنا بنشد ابورد اند لاترالي، ده في اتجاهين للشد نفسهم داخل العمليه الواحده. والشد العميق للعضلات بيسمح لنا بان احنا نعمل ريبوزيشننج او اعاده مكان للعضلات لمكانها الطبيعي، وبالتالي حتى لو الجلد فيه ترهل بسيط او متوسط، مهما كانت العضلات اللي اتعدلت اعتقد انها بتموف اون الجلد لفوق غصب عنه. فحتى لو احنا عايزين نشد جلد زياده، الموضوع مش هيبقى فارق كتير ان انت تشد جلد زياده لو انت عامل شد عميق للعضلات، لان الهولدنج اب بتاع العضلات والبوزيشننج بتاعها الجديد هيرجعها للشكل ال 10 15 سنه اللي كانت موجوده عليه، حتى لو الجلد بتاعك متوسط. فاستئصال الجلد ساعتها هيبقى قليل جدا، ودي هي الجديد في العمليات بتاعت شد الوش. في طبعا حاجات كتيره جدا ظهرت، في سناب نيك، وفي تشيك ليفتنج، وفي اي براو ليفتنج، وفي اندوسكوبيك فرونتال ليفتنج. الاسامي دي انا بقولها بس، لكن انا بشاور عليها، لكن مش مهم دلوقتي ان احنا بنتكلم عن شد الوش. ثالث نوع من انواع شد الوجه، سواء كان الجلد فقط او العضلات او الفيرتيكال او الترانسفيرس او الفي تي، لازم يبقى في حاجه اسمها كومبليمنتري فيس ليفت، ما يستتبع عمليه شد الوجه. لان شد الوجه العميق اللي احنا بنعمله ساعات كتيره بيبقى فيها مناطق فيها الدهون فيها فضيت، العضلات بتاعتها لما ضعفت فبقت المناطق فاضيه، فلازم يحصل لها تعويض. عاده مع الفيس ليفتنج ممكن نعمل حاجات زي البوتوكس عشان نريح الفرونتال ماسلز اللي هي فوق، ممكن نعمل فات انجكشن او حقن دهون، ونانو فات او فات انجكشن، وتقدر اي واحد فيهم عشان اعمل فوليومايزنج للحتت اللي فقدت الفوليوم بتاعها. ساعات كتيره جدا الجلد ده من كتر ما هو حصل له ساجنج او حصل له تريحه محتاج انه يتعمل له ريفرشمنت.
يمكن مش عندنا لسه التطور شغال معانا وبنعمل الكلام ده كله، بس احنا بنتكلم على بره. احنا في يوروب ولا في امريكا بيتعمل فيس ليفتنج، بيتعمل معاها ريسيرفسنج ليزر عشان يشيلوا الطبقات الميته من الجلد اللي اتشد ويدوا حيويه اكثر للخلايا بتاعت الجلد بعد ما اتشد. بيتعمل فات انجكشن، يا اما فيلر انجكشن عشان يعمل يعوض الفوليوم اللي راح من المناطق في الوش. وكمان بيتعمل له افتر 3 to 4 ويكس، بعد الثلاث اربع اسابيع الاولانيين بيتعمل له حاجه للنضاره، عشان بعد الريسيرفسنج بتاع الخلايا يزود النضاره بتاعت الخلايا عشان يدينا الشكل العام اللي كلنا بنحلم بيه، سواء كان جراح بيحلم بيه او الكلاينت او المريضه هي بتحلم بيه. مش هطول عليكم النهارده، انا بس قلت اشرح شويه عن الكلام ده، واشوفكم في حلقه تانية من مش بس طب. شكرا.